يا صباح الجمال، يا صباح العسل عليكم. عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. بصي احنا النهارده بقى عملنا ايه؟ اكله كده خفيفه كده على الماشي. عملنا بصي الملوخيه الخضراء، طبعا محشي الكوسه والبتنجان مع الفراخ اللي في الفرن. بصي بقى، رحت السوق النهارده جبت القوطه الحمراء الجميله دي، وجبت الكوسه والخضره. حبيت اوريها لكم قبل ما اعملها. بصي الخضره الفريش الجميله، اهم حاجه تكوني جايبه الخضار فريش. وبصي الكوسه جميله ازاي. بصي انا بنقيها بالحجم ده، بصي طازه وجميله من الفلاحين. والبتنجان بتاعنا الفلاحي اللي انت شايفاه ده، هو عندنا اسمه بتنجان مخدد، عندك انت بقى اسمه ايه؟ تمام كده. وبصي الملوخيه الخضراء بتاعتنا الجميله، جايباها من الارض على طول بصي خضراء وجميله ازاي وفريش. تمام كده. النهارده بقى هنعمل ايه؟ شويه محشي مع ملوخيه كده مع شويه لسان عصفور. بصي انت بتعملي الكوسه كده بالطريقه دي، وبعد كده بتقوريها، وبرده نفس ايه البتنجان، بس طبعا مش بتعمليه من تحت. انا حبيت اوري اي بنوته لسه متجوزه فما بتعرفش تعمل المحشي، فحبيت اوريها طريقه المحشي بتاعت ام هاجر. بص انا مقطعه كميه بصل، يجي 10 بصلات كده. انا بحط البصل كتير في المحشي، طبعا بعمله بالزيت. عايزه تحطي مثلا ليا مع الزيت، وعايزه تحطي حته سمنه بلدي تمام، انا بحط زيت بس. تمام كده. وبنزل بصي بالبصل بعد ما الزيت بيسخن، اهم حاجه يكون الزيت سخن، وتقلبي كده يا حلوه بالطريقه دي لغايه ما البصلايه توصل معاكي للون ده كده. بصي البصلايه احمرت معايا، انا عايزاها اللون الذهبي الغامق مش الفاتح، عشان البصلايه بعد كده في القوطه بتبيض معاكي، فلازم تحمري البصلايه تبقى غامقه معاكي. معايا بقى القوطه الفريش الحلوه بتاعتي، هقطعها كده في الخلاط. واللي اول مره يشوفني انا مطبخ ام هاجر، هتمنى منك انك تتابعني، اشتراك كومنت حلو كده منك ليا، ويا ريت تشيروا الفيديو ده. بعمل القوطه في الخلاط تمام كده. كده البصلايه وصلت للون اللي انا عايزاه، هنزل عليها بقى بالقوطه. انا بعمل كام كيلو قوطه في المحشي؟ بعمل 3 4 كيلو قوطه في المحشي. تمام كده. ما بحطش القوطه قليله عشان المحشي يبقى حلو بالقوطه. تمام. عملت 3 شفاشق قوطه بمعدل 3 كيلو قوطه. بصي ده تالت شفشق قوطه معايا تقلبي كده القوطه تمام كده مع شويه شطه كده حاميين، لو انت حابه، مش حابه خلاص. انا بحط الشطه اللي هي الحاميه، الشطه السوداني. تمام. هنزل بشويه الشطه بتوع الحلوين دول، كفايه كده عشان يعرفوا ياكلوا المحشي بتاعي. هقلب كده الصلصه. بصي طريقه سهله وبسيطه، مش تاخد معاكي وقت، وهتعملي شويه محشي حلوين جدا لاولادك. تمام كده. بصي خلاص القوطه بتتسبك معايا كده، لازم الصلصه تنطر معاكي. لما تنطر معاكي وتيجي على ايدك وتتلسع، يبقى كده خلاص، كده الصلصه وصلت معاكي للسوى المناسب. بص شكل الصلصه معايا حمرا وجميل ازاي. هغطيها بقى كده شويه برضو واسيبها كمان شويه. تمام كده. هي خلاص كده قربت تتسبك معايا. انا حبيت اوريها لك، ما حبيتش ان انا اجري الفيديو عشان اوريكم الفيديو على الطبيعه، عشان اللي ما بيعرفش يعمل المحشي يعمله صح، فما حبيتش ان اجري الفيديو معاكم. تمام كده. رجعنا تالت مرة، معلش انا طولت عليكم. اخر حاجة بقى هحط شوية كمون وشوية ملح وشوية فلفل اسود. لو انت حابة تحط شوية نعناع ناشفين صغيرين كده مع الصلصة تمام، برضو بيديله ريحة حلوة. انا معرفش المنظر بيتكرر معايا كتير فمعلش، انا حبيت بس ان انا اوريك الصلصة بتاعت المحشي من غير ما اجريها. ليه؟ لان اهم حاجة في المحشي الصلصة بتاعته، تكون الصلصة بتاعته طالعة مظبوطة ومسبكة 100%. فما حبيتش ان انا اجري معاك الفيديو كده. خلاص الصلصة خلصت معايا وتمام، وشكلها معايا بص احمر وجميل ازاي ومسبكة 100%. طبعا تكوني غاسلة الخضرة بتاعتك ومنشفاها من المية، وتنزلي عليها هي والرز مع الصلصة. تمام كده.
تكوني طبعا محدقه الصلصه بتاعتك بالكمون والملح والشطه والفلفل الاسود. قلبت الرز تمام التمام. غسلت طبعا البتنجان والكوسه وقورتهم زي ما انت شايفه. تمام كده. هحشي بقى الكوسه معاكي، هعمل واحده وواحده. هتحشي بقى الكوسه بتاعتك بالطريقه دي كده. تمام، انا خلصت المحشي بتاعي وهزوده بقى بالشوربه. تعالى اقول لك بقى احنا بنعمل الفراخ ازاي. بص، انا جبت الوراك مرضتش اغسلها الا قدامكم عشان تشوفوها. بص، انت بتجيبي الورك بالشكل ده. عفوا على المنظر، بس انا حبيت اوري للبنات. في ناس ما بتعرفش تغسل الفراخ من البنات الصغيره. بصي، هتغسلي الورك بالطريقه دي، مش هتخلي فيه الفشه دي، لازم تشيليها. في ناس بتسيبها، لا ما بتتسابش دي يا جماعه، بتشال. تبصي تنضفي الورك جامد معاكي كده، ما تخليش فيه اي كتل دم. تشيلي اي حاجه فيه وتنضفيه بالطريقه اللي انت شايفاها دي. تحت الجلد كده بيكون معاكي مزلقه. تحت الحنفيه طبعا، بس انا حاولت اوريكم في الطبق. تحت الحنفيه وتكوني مسيبه الميه وكل الكلام ده تطلعيه، ما تخليش فيه اي مزلقه خالص. تغسلي الورك تمام التمام، ما يكونش فيه مزلقه تحت الجلد كده. تشيلي كل المزلقه دي، تشيلي اي فيه قطع دم، تشيلي فيه اي حاجه. يكون الورك معاكي نضيف وجميل. تنضفيه جامد كده عشان الورك ما يبقاش زفر معاكي. تمام كده. شلت كل المزلقه اللي فيه تحت الحنفيه وغسلتها جامد زي ما انت شايفه كده. وبصي تحت الجلد نضيف والورك تمام. حبيت بس اوريك المنظر على الطبيعه، فانا اسفه ان انا عملت كده عشان في ناس ما بتعرفش تغسل الوراك قوي. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بشويه خل. بعد ما تغسليها بقى تنقعي الفراخ، تنزلي بشويه الخل دول مع شويه ملح كده حلوين، طبعا مع ليمون، بس انا ما كانش عندي ليمون فبعدت اجيب الليمون. فبعد كده انا جبت ليمون وحطيته مع الميه. هتسيبيها يجي نص ساعه كده تنقعيها بالخل والملح والليمون. تمام كده. بعد كده شطفتها من الكلام ده. جبت بقى لو انت حابه تحشي الوراك بصل مع فلفل مع توم مع فلفل اسود تحت الجلد كده، وتحشي البصل ده. عايزه اقول لك بعد ما بتشوي الفراخ البصل ده بيدي ريحه جميله جدا بعد ما بتشوي الفراخ وتسلقيها في الشوربه. جربي الوصفه دي هتعجبك جدا جدا كده. انا عملت الوراك بتاعتي. هجيب حله، ممكن تحطي ميه وتغلي الميه وتنزلي الفراخ فيها. انا بقى بعمل ايه؟ انا بشوح الوراك. بحط الوراك كده، بكون طبعا مدبلاها وتمام التمام مع البصل مع كل حاجه، وبسيبها تتشوح. بتغلي معاكي بالطريقه دي. بعد ما بتنشف من الميه بتنزلي عليها من الشوربه. لو انت حابه تحطي ميه الاول وتحطي بعد ما تغلي تحطي فيها بصل وفلفل، تمام، لكن الطريقه دي برضو جميله. انا بعملها بالطريقه دي كده. الفراخ خلاص استوت معايا والشوربه جميله زي ما انت شايفه وسمينه وحلوه. طلعت الفراخ بقى. تعالوا بقى نعمل ايه؟ شويه ملوخيه حلوين. طبعا حطيت شويه الشوربه بتوعي مع عملت الملوخيه. هنزل بقى كده بالملوخيه. يا جماله يا جماله، عايزه اقول لك الملوخيه ريحتها جميله، ملوخيه الفلاحين الطعمه دي. تمام كده. تقلبي كده ما تخليش فيها كتل. تقلبها بالطريقه دي. تمام. هتديها غلوتين. تجيبي طاسه مع حته سمنه بلدي وتنزلي بقى بالتومه بتاعتك. تكوني جايبه راس توم كده مقشراها وهرساها، وتنزلي بالتوم بقى كده في الطاسه بتاعتك الحلوه ومع معلقه كزبره ناشفه. يا سلام بقى على الريحه، ما اقولكيش. ريحه الكزبره مع التوم روعه خطيره جدا. مش عايزه اقولك الريحه عندي عامله ازاي. تمام. هتحمري طبعا التومه مع الكزبره الناشفه. وبعد ما تحمر معاكي يا ست البنات تعملي ايه بقى؟ تنزلي عليها بالملوخيه بتاعتك الجميله اللي انت عملتيها بالشكل ده اللي انت شايفاه. يا سلام على الروايح الملوخيه. عايزه اقولك ريحه الملوخيه ما اقولكيش مفحفحه. اهم حاجه لو عجبك اكلي اوعي تنسيني بالاشتراك في القناه. فعلي لي كده الجرس هيوصل لك كل حاجه. عايزه اقول لك ان النور قاطع وبعمل الاكل في كشاف التليفون. هجيب بقى لسان العصفور بقى ونحمره لغايه ما يوصل معاكي للون اللي هو الذهبي ده. عايزه اقول لك انا مش شايفه حاجه والنور قاطع وبعمل في الضلمه. شغاله على نور الكشاف. تمام كده. خلاص اللسان عصفور بدأ يحمر معايا. هنزل عليه بالشوربه. وادي الوراك حمرتها في الفرن. عايزه اقول لك ريحه البصلايه مع الوراك جنب.